هذه واحدة من القصص الواقعية التي وقعت لي أثناء رحلات صيد السمك. حكايات من أعماق البحر. علي عبد الله الخاجة. القصة الأولى: عاصفة بحرية. في صباح جميل مشمس والبحر هادئ في وقت مبكر، كانت الساعة تشير فيها إلى 5 صباحا. خرجت أنا وصديقي خالد، وهو صياد متمرس يعرف أسرار البحر، يمتلك روحا مرحة. انطلقنا من المرفأ الصغير من شاطئ القرية أرامكو، المملكة العربية السعودية، في قارب صيد صغير. بينما كان الفجر ينسج خيوطه الأولى على أفق البحر الهادئ، أبحرنا بالقارب الصغير بعيدا عن شاطئ القرية لصيد السمك في بحر العقير بمحافظة الأحساء، وهي منطقة معروفة بصيد وفير من الأسماك. بدأت رحلتنا بهدوء وطمأنينة، ولم يكن في الأفق ما يشير إلى ما ينتظرنا. وعدنا وصولنا بحر العقير، ما إن ألقينا السنارات في البحر حتى بدأت المفاجأة. لم تمر دقائق حتى انحنى أحد السنارات بقوة، فتعالت الأصوات. كان أول صيد سمكة كبيرة تلمع تحت الشمس، تبعتها أخرى وأخرى. بدا وكأن البحر قرر أن يجود علينا بسخاء غير معتاد. امتلأ القارب بأسماك هامور بأحجام مختلفة، وراحت قلوبنا تنبض فرحا وسعادة لا توصف. لكن لم تدم الفرحة طويلا، حدث ما لم نكن نتوقعه. المفاجأة الحقيقية بدأت مع حلول الظهر. تغير الجو فجأة، تحول الهدوء إلى عاصفة رملية عاتية شديدة. رياح محملة بكميات هائلة من الغبار، وانخفض مدى الرؤية بشكل خطير. بدأ البحر يهيج بينما أخذت الأمواج ترتفع شيئا فشيئا، حتى قاربت 1 مترا. سيطر علينا القلق والخوف، فسارعنا إلى ارتداء سترات النجاة. كان المشهد مخيفا حقا، أمواج متلاطمة تقذف بالقارب في كل اتجاه، وبحر هائج لا يرحم، حتى فقدنا إحساسنا بالاتجاهات، ولم نعد نعرف أين نحن أو كيف نعود إلى شاطئ القرية أرامكو السعودية. في تلك اللحظات العصيبة لجأنا إلى الله وطلبنا عونه، ثم توكلنا عليه، وبدأنا نفكر بهدوء بعيدا عن الخوف. وبعد تشاور سريع قررنا التوجه غربا، على أمل أن يقودنا ذلك إلى الشاطئ السعودي حيث الأمان. وبفضل الله نجحنا في الوصول إلى الشاطئ بسلام، ومن هناك عدنا إلى شاطئ القرية أرامكو السعودية. وحمدنا الله على نجاتنا وسلامتنا. وفي الطريق للعودة شاهدنا بعض الأجانب الغربيين لم يحالفهم الحظ، إذ انقلب قاربهم بسبب شدة هيجان البحر، ولحسن الحظ تم إنقاذهم في الوقت المناسب، ولم يصب أحد منهم بأي مكروه. كانت تلك الرحلة درسا لا ينسى، علمنا أن البحر مهما بدا هادئا يخفي في أعماقه مفاجأة لا يمكن توقعها، وأن التوكل على الله وحسن التصرف وقت الشدائد هما طريق النجاة. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع فيديوهات حكايات أعماق البحر، وأتمنى من الجميع دعمنا بالمشاهدة والمشاركة.